شباب، وحشتوني والله، وحشتوني قوي كمان. عارف اني اتاخرت عليكم شويه، بس يعني انا راجع لكم بفيديو يعني اوعدك انك تستفاد منه جامد. هو مش هيبقى فيديو اللي هو طالع اقول لك شويه كلام، لا انا هتكلم معاك من اخ لاخوه او من اخ لاخته. يمكن الكلمتين دول يعني تستفاد منهم لو كنت لسه ما بداتش خالص او مراكم او مضغوط او اي حاجه. ممكن تعتبرني كاننا كده قاعدين على القهوه، لو بتشرب حاجه جهزها، مش تحب تشرب اي حاجه اتفرج عليا زي ما انت، اهم حاجه ما كنتش بضيع لك وقتك. فيديو النهارده في شويه حاجات مش عاجبني وفي شويه حاجات هنتكلم عنهم، حتى لو ما كنتش بدات خالص اوعدك انك تستفاد. اقسم بالله الفيديو ده من القلب للقلب يعني. صلى على النبي. اول حاجه، تفتح تيك توك لو انت يعني من النوع اللي هو بيفتح تيك توك عادي لحد دلوقتي، يعني مش بنصحك بده. تلاقي شخصيات طالعه، انا بدون ذكر اسماء لان انا مش عايز ريتش، انا عايز الالف اللي كانوا بيتفرجوا عليا اللي طول عمرهم بيتفرجوا على، انا عايزهم زي ما هم. المهم، لو انت بتفتح تيك توك وبيقابلك ناس اللي هم بيفضل يقول لك ذاكر واعمل وسوي واهلك ومش اهلك وانت يقعد يجلد ذاتك، النوعيه دي بلاش تسمعها. لان في نهايه الفيديو هتلاقيه بيقول لك ايه، وخش عندي هتلاقي عندي منصه كيمياء، اشترك معايا انا هحل لك الحل ده، وهيكون عنده بيقول لك انا هعمل لك جدول، انا هتابع معاك، انا في طب، انا في هندسه، انا مش عارف في ايه. الكلام ده كله فكسان. هو الكلمتين اللي قالهم لك في الاول كله في النهايه عشان يقول لك اللي هو عنده كذا كذا. انا نفسي يستوعبوا اللي هم بيكلموا ناس عندها 18 سنه. بيتكلم حد عنده 18 سنه فهو عاقل كفايه، هو بس يعني مضغوط شويه، الدنيا جايه عليه شويه، فهو مش مركز مع حته اللي هو ايه. هو بياخد اللي هو ماشي، الشخص ده عامل منصه، طب تعال نروح نشوف هو بيقول ايه، فهات يا بابا 200 300 جنيه تعال نحطهم هنا. مش بيتفرج عليهم بس اللي هو بيرضي ضميره عشان هو مراقب، فانت بتستغل حاجه، فده حرام. عايزك تاخد بالك من الناس دي، لان الناس دي بتبقى لسه طلاب بتدرس في كليات اصلا، هو ما عندوش الوعي الكفايه اللي هو يقدر يشرح لك ماده، ومش معنى اللي هو داخل كليه طب فهو يقدر يشرح لك الماده دي، لان امتحان ثانويه عامه للاسف، وانا مش بخوفك، هو بيجي صعب شويه. فصعب شويه ان حد يكون لسه مثلا في تانية كلية أو في تالتة أو في رابعة زي يشرح لك ويوصل لمستوى الامتحان. أنا لو دخلت امتحان ثانوية عامة تاني دلوقتي هجيب فيه نفس المجموع اللي أنا جبته لما كنت في ثانوية عامة. المهم نقفل الحتة دي، ما تمشيش ورا الدعاية والشو والحاجات دي، وأنا قلتها كتير بس الناس دي بقت زيادة قوي واخدين ثانوية عامة محتوى. مثلا انا بطلع دلوقتي اصور لك فيديو واتكلم معاك، انا بتكلم على السن انتوا اخواتي، انا مش بطلع اقول لك تقدر وتحفيز والشغل ده. الفكره انك لما تفتح الكاميرا وتصور فيديو وعايز فعلا تفيد حد، بلاش تجلد ذاته، هو اصلا مضغوط، انت ولا طمنته ولا اديت له حل، يبقى انت فتحت الكاميرا ليه؟ انت فتحت تعمل ايه؟ بتزيد الضغط عليه، انت كده مش بتعمل له حاجه. الا لو في سبب تاني بقى، يعني اصل انت ما اديتنيش حل وما طمنتنيش، انت قلت لي ان على الميتين امك وقفلت، حرفيا انت شتمتني وقفلت. نقفل الحته دي، وهي اخدت وقت كبير مننا، بس هي حته مهمه وبتتقاس مش بس على طلاب، على في مدرسين برضو حتى لو كانوا 40 سنه و30 سنه، هو مش بيبقى مهيأ انه يشرح الحاجه دي، وهو اصلا مش خريج كليه ينفع يشرح لك الماده دي، هو مش دارسها اصلا، هو واخدها ممارسه كده، عارف، صنايعي، كانه صنايعي يعني، مش مهيأ برضو اللي هو يخليك تقدر تحل وتقدر تحل في امتحان ثانويه عامه، وده بيرجعنا تاني ان هنجيب درجات ونجيب 30 من 60 وحاجات زي دي. ده بقى الحته مهمه، هي انك مثلا ما بداتش خالص بقى، في شخص بيكون مراكم وفي شخص مراكم اللي هو ما بداش. مراكم ده اللي هو واقع منه محاضرات معينه، بس اللي ما بداش خالص. واحنا دلوقتي داخلين على شهر 12، هقول لك تعمل ايه لو انا مكانك كنت هعمل كده. دلوقتي كل الناس اللي يكون بادئ وملتزم بيكون بادئ من امتى؟ من 1/8 نفترض، قبل 8 ده ما يجيش يقعد معايا دلوقتي. فاكس الناس اللي بتضغط نفسها تبدا من 7 دي معايا. طيب دلوقتي عشان انت توصل للشخص اللي بدأ من شهر 8 محتاج شوية حاجات. أول حاجة، انت بدأتش يعني معناها انك ممكن تكون لسه اصلا ما اشتركتش مع مدرسين. مش على اليوتيوب نكتب ايه؟ عربي ثالثه ثانوي، هيظهر لك المدرسين اللي جايبين مشاهدات اكتر. تمام، نفترض ظهر لك مستر، اي مستر، خلينا نقول ادهم اللي هو انا. ادهم ده انا عايز اخد معاه. طيب ازاي اخد مع ادهم؟ بلاش امشي ورا الصيت اللي هو ناس كتير بتاخد معاه يبقى أنا لازم اخد معاه، دي غلطه بنقع فيها وبنراكم بسببها. ليه بنراكم بسببها؟ هقول لك. اول حاجه، تفتح محاضره فري مجانا على اليوتيوب. اول حاجه تجيب ورقه وقلم وتكتب الحاجات اللي هو بيقولها اللي انت شايفها مهمه وتستفاد منها، تكتب الحاجات دي وبعدين تبدا تحل بعد ما المحاضره تخلص. عرفت تحل وفهمت كويس منه، هو ده اللي تشترك معاه. ما تشتركش وخلاص. تمام، وما تدفعش فلوس في اي حاجه من غير ما تجرب. اعمل بقى كده مع كل المواد. تعالى بقى للحته المهمه، هو انك اصلا ما بداتش، فانت محتاج تضغط نفسك شويه، معلش هتضطر تضغط نفسك شويه عشان نخلص المنهج بدري شويه، على قد ما تقدر. المهم انك تقدر تخلص كم محاضرات كبير. وتخلص ازاي المحاضره؟ بتمسكها، تفتح المحاضره الشرح، تكتب الحاجات المهمه، لازم تكتب. وانك تفتح المحاضره وتكتب دي مش مذاكره، انا بقول لك الاول تفتح وتكتب، تقفل المحاضره، تذاكر اللي انت كتبته، تبدا تحل الحاجات اللي انت مش فاهمها ما قدرتش تحلها مثلا او حلتها غلط،
تروح تتفرج على فيديوهات الحل. فيديوهات الحل بقى ما تتفرجش عليها كلها، اتفرج بس على الحاجات اللي انت غلطت فيها لانك انت ما عندكش وقت، وهكذا مع كل المحاضرات. تمام، اعمل جدول، تمام، الزقه قدامك. بلاش تتفرج على فيديوهات تحفيز. فيديوهات التحفيز مش هتفيدك في اي حاجه. فيديوهات التحفيز اخرها بتديك دوبامين لمده ربع ساعه، بعد ما ربع ساعه تخلص حماسك خلص ورجعت تاني زي ما كنت. لازم تعمل حاجه كده تلزقها في وشك. هو ده اللي انا هعمله، انا في قدامي جدول اهو، هو ده اللي امشي عليه. حتى قلت لك فيديوهات قبل كده، والفيديو المهم اللي انا قلت لك عليه اللي هو اهم فيديو عندي على القناه اللي هو اللي قبل اللي فات، هتلاقيه عليه مشاهدات كتيره شويه. الفيديو ده مهم جدا. بقول لك اعمل جدول حتى والزقه في وشك، حتى لو كان ديدلاين قليل. يعني الديدلاين قليل مثلا انك هتخلص حاجات النهارده، قسم، اعمل جدول كبير عادي للماده اللي انت لسه ما فتحتهاش خالص، الزقها كده على جنب. اعمل جدول صغير يومي للحاجه اللي انت عايز تخلصها النهارده وتلزقها جنبها، وصح صح 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 كده تلاقي نفسك بيرفكت. بدات تخلص وبدات تنجز. بلاش تمشي على الجدول الكبير، قسم المهمه الكبيره لمهمات صغيره عشان تخلصها بسرعه. اعتقد انت مش محتاج اكتر من كده عشان تبدا من دلوقتي. انت بقى شخص مراكم بقى 5 محاضرات 4 محاضرات، احنا كده بنهزر مع بعض عادي، نقدر نلمهم عادي، بجد نقدر نلمهم. انت بس ما تقولش انا مراكم. اعمل نفس الجدول الصغير، هات الجدول الصغير اللي الزقه هنا كده. تمام. بص، عشان برضو نسيت اقول لك على حاجه مهمه. بما اننا اخدنا 4 شهور من السنه، في ناس بتنسى مثلا الباب الاول او الدرس الاول والتاني والتالت، الحاجات اللي في الاول دي. عارف الجدول قسمه لحاجات انا فاكرها بس مش هقدر احل عليها. انا عارف ان في حاجات انت فاكرها، بس لو من غير ما تذاكر عشان انت نسيت المذاكره القديمه رحت فتحت وبدات تحل، ممكن ما تعرفش تحل. فراجع عليها حتى لو ساعه يوميا، اكتبها في الجدول، صدقني هتنفع معاك قدام في ايام المراجعه. هتلاقي نفسك فاكر الحاجات اللي في الاول، على عكس انك تروح تعيد عليها تاني من الاول وتضيع وقتك قدام. دي تريكه انا كنت بعملها يعني. الحاجات اللي انا قلت لك عليها انك ما تعرفش تحل عليها قوي دلوقتي لانها انت اخدتها في الاول، والمتراكم تكتبه هنا في كل ماده. تمام. وقلت لك برضو في جدول صغير كده وتلزقه وتحطه قدامك وتبدا تمشي واحده واحده. بس اضغط نفسك شويه عشان تمشي مع الناس. الضغط اللي انت هتضغطه على نفسك انك برضو تمسك المحاضره تفتحها، تمام، تخلصها وتكتب الحاجات المفيده وتذاكرها وبعدين تحل. الحل مفيد، وما تتفرجش على فيديوهات الحل. لو انت حلل كويس وحلل صح ما تتفرجش، اتفرج بس على الحاجات اللي انت غلطت فيها واكتب المساله اللي انت غلطت فيها واركنها وحاول تحلها تاني لوحدك. ما تتفرجش بس على حل المدرس. ان شاء الله الفيديو ده يكون مفيد شويه. انا عارف انا بقالي كتير ما بصورش، بس بصراحه انا ما بصورش كتير لاني مش بحب حته ثانويه عامه خالص، لان بحس ان هي فيها استغلال. ولو مش هطلع اقول لك حاجه مفيده قسما بالله ما هفتح الكاميرا. انا بفتح الكاميرا كاني بتكلم مع اخواتي، وبحب قوي اقسم بالله لما كان الفيديو بتاعي ما بيجيبش غير 400 مشاهده و100 مشاهده. تخيل 400 شخص قاعد قدامي، شارع اطلس ده ملا كله ناس حرفيا. 400 دول عدد كبير قوي بجد. فاللي انا اقدر ارد عليهم في الكومنتات ومش عارف ايه واساعدهم، انا كنت حابب الموضوع كبر. بدا يخش لي بقى ناس تبع مدرسين ومش عارف ايه، وبدا الموضوع يكون كبير شويه، وانا مجرد بطلع اقول شويه كلام بس. انا بتكلم معاك كانك اخوك وقاعد معاك في البيت بديك النصيحه. يمكن الفيديو ما وصلكش حاجه واو، بس على الاقل كانت ممكن تكون ربع ساعه او 10 دقايق كان من اخ لاخوه او من اخ لاخته. اختي معاكم في ثانويه عامه السنه دي، ربنا يوفقكم ويوفقها ويوفق الجميع. وبس، تعالى بقى عشان في نصيحه مهمه. ابعد عن التحفيز، ابعد عن الناس اللي هم لسه طلاب وبيحاول يقنعك اللي هو جامد وعنده كورس وهيلم لك ويقول لك هعمل لك متابعه ب 200 جنيه في الشهر ولا 500 جنيه. انت عبيط. انت هتجيب حد عنده 19 سنه او 20 سنه اكبر منك بسنه سنتين ينظم لك الحاجات اللي انت عارف انك هتذاكرها؟ يا حبيبي هو انت كبير عاقل انك تعمل جدول لنفسك. انت عارف انت مراكم ايه. انت هتروح تشرح لحد انت مراكم ايه؟ طب ما تسمع الفيديو بتاعي، انا بكلمك اهو بقول لك انت مراكم كده واكتبه. هو هيعمل لك ايه؟ هو بالعقل هو هيعمل لك ايه جديد؟ انت هتقول له ايه اللي متراكم عندك، هيروح كاتبه لك في لسته وبعتها لك. هو هيعمل لك ايه؟ طب ما انت عارف المتراكم، طب ما تكتبه وتذاكر بس. وصح صح صح على الحاجات اللي انت ذاكرتها بسيطه والله. هو الموضوع مش بالبساطه دي قوي، بس هو بسيط انك انت عارف ايه اللي وراك. انت اضرب نفسك، اضرب وقتك، اضرب ظروفك وظروف اهلك، انت اضرب كل ده. بلاش تضغط اهلك في حاجه بسيطه وحاجه انت تقدر تعملها. اقفل على نفسك وابعد عن السوشيال ميديا، ابعد عن محتوى ثانويه عامه، ابعد عن الفيديوهات دي، ابعد عني انا كمان. وحشوني، اشوفكم فيديوهات جايه كتير، وربنا يوفقكم يا رب، وسلام.